في فكره هتزيد واخد بالك ازاي في 15/7 او 1/8. والله مبدئيا في اللحظه اللي احنا فيها السجاير اصلا مش موجوده خالص. تحتكم عليها التجار. التجار انت لما تحبها مأثره على الشغل بتاعنا، لما انت بتحب تجيب سجاير بتجيبها باسعار زياده. لو انت جبتها عشان تراضي الزبون، الزبون اصلا مش قابل السعر ده، والشركه نفسها مش موفره لك الكميه اللي انت محتاجها، وده مأثر على الشغل طبعا بنسبه 90% او اقل، يكاد 95%. والله يعني احنا داخلين في شهرين مش لاقيين سجاير ولا في الشركه ولا بره الشركه، نروح نجيبها غاليه ونجيبها للزبون يزعل، يقول لك لا انت مغلي علينا، ما انا مش لاقي سجاير وانا لازم ابيع السجاير. لو هتخف عليه الضرايب ونزل عليا سعر السجاير طبعا هتأثر عليا في الأحسن، إنما لو هتخف سعر الضرايب ونفس نفس الأسعار مش هتأثر عليا ولا هتفيدني في شيء. إنما لو هتخف الضرايب طبعا هتفيدني، سعر السيجارة هيقل، كتر السحب عندي يزيد، فيبقى الدخل بتاعي أكتر. مش عارف. طب أنت كتاجر ممكن يكون ليك إن أنت تزود أو لا أنا ما بزودش، أنا بتجيني السجاير غالية ببيعها غالية، بتجينا رخيصة ببيعها رخيصة. أسعار الشركة ثابتة، بس التجار بتتغير كل يوم عن التاني، كل ساعة عن التاني، مش ثابتة خالص، فيش رقابة. أنا شايف إن الشركة ثابتة بس التجار لأ، مش ثابتة خالص. لا الاسعار مش ثابته. الاسعار دلوقتي هو دخلت على سنتين ان هي ما زادتش زياده حكومه. والزياده دي هي اللي جايه زياده حكومه، ان بارتفاع الدولار واخد بالك ازاي، في مكان يقف وفي مكان ما يقفش. الشركات السجاير بتقول ان الضرايب غاليه قوي، الضرايب دي بتاثر عليك انت كبائع سجاير ولا ما بتاثرش عليك؟ هي ما بتاثرش على المستهلك، لان مش فارقه معاه. لان علبه السجاير اشتراها ب 30 جنيه و35 جنيه واخد بالك ازاي. هو ارتفاع السجاير لا مؤاخذه لما يخش في حاجه تاني، لما يخش في مصحه، لما يخش في مستشفى، مصلحه واخد ازاي. انا اتعلم ما اشتريهاش. انا كنت تاجر سجاير وبطلت السجاير في 2011 واخد سيادتك، وهي انا استلمت السجاير دي ب 36 قرش علبه المالبور واخد بالك سيادتك. سنه كام 36 قرش؟ يعني حاجه بتاعت 80 حاجه زي كده، سنه 80 81. دلوقتي العلبه بكام؟ العلبه دلوقتي هو وصل العلبه دلوقتي اساسا من الشركه المستهلك 23 جنيه، النهارده بتتباع ب 32 جنيه 35 جنيه.